عندما نقول السينما لا أخدع أنفسنا. لماذا ينصرف كلمة السينما إلى شيء معهود في الذهن؟ ما المعهود في الذهن عن السينما؟ أفلام تعرض للناس. أفلام، ما هي أفلام؟ يعني ما هي الأفلام السينمائية؟ يعني واحد يدرس الناس قرآن؟ لا أفلام مسلسلات فجور. نساء واختلاط جلها جلها إن لم يكن كلها جلها فجور. وما وجد فيها قد يأتي إنسان يقول ثقافات الشعوب. نحن ذهبنا، أحدهم يقول أنا ذهبت إلى فرنسا فرأيت كذا فيلم وهو يريد أن يصور أن حياة طبيعية. أنت لن تصلح الخلق إلا بهدي خالقهم، وهدي خالقهم حرم هذا. فذهبت إلى فرنسا، ذهبت إلى أمريكا، ذهبت إلى بلاد كذا، ذهبت إلى بلاد كذا، هذا ليس من دين الله في شيء. ثم إنه نأتي بقضية الآن، قضية الذين خرقوا السفينة، هم أرادوا أن لا يؤذوا غيرهم، فيأتي إنسان يقول الأفلام بعضها ينشئ ثقافات. أنا مؤمن أنه في بعض الأفلام ممكن أن تنشئ ثقافات، لكن هذه الثقافة يمكن التوصل إليها من عدة طرائق، لا حاجة للسينما. لكن ليس من المعقول أن نأتي لمجتمع من الله جل وعلا عليه بما هو فيه الآن من رحمة الله وفضله، ثم يأتي إنسان يتبنى مسألة فتح السينما. هذا تبني للغواية، تبني للمنكر، لا يجوز شرعا، وصاحبه غير محمود. أي أحد تولى هذا دين. فعندما نفتحه، أنت ماذا تريد أن تخرج الناس؟ تخرج الإنسان الآن، يخرج اليوم رجل بزوجته وأولاده وبناته ليشاهدوها، غدا سيخرج أحد من الناس بصديقته ليشاهدوها. فتفتح للناس باب شر هم في غنى عنه، ولا ينجم عن ذلك مصلحة معتبرة شرعا إذا ما قيست بالمفاسد التي حصلت، كمثل ما حصل في مسألة السفينة. طيب خليني أطرح عليك شبهتين هم الآن ينادون بها. الشبهة الأولى يقولون الناس الآن يتابعون المسلسلات في البيت، مجرد أن نقلناهم من المنزل إلى السينما، وش المحظور فيه؟ احنا نقول الأول فيها محظورات، لكن هذه شبهتهم. المحظور أن المعصية مهما بلغت إذا كانت مستترة أنا لا سبيل لي عليها، يعني كأي إنسان لا سبيل لي عليها. لكن القضية أنني أنا أقنن المعصية وأجعل لها دور وأطالب الناس بالخروج إليها، هذا هو المهلك. لكن إنسان في الحديث أصلا من زنى قال هل سترت عليه، هل غطيته بثوبك. لا أتكلم عن ناس مستورين في البيوت، ليس لنا بين علاقة. وهذا الذي يرى في البيت، وقد الآن الإنسان يقلب القناة يرى في من، فقد يكون فيه فجور وهو يعني منصرف إليه بالكلية، ثم لا يلبث أن يأتي فاصل في الفيلم. وهذا وقع لكثير من الناس، يعني نأخذ هذا كلام كثير من رأيناه من التابعين من يتابعون هذه البرامج. ثم هو يريد أن يمل، لا يريد أن يرى الفاصل الإعلاني، فبدأ يغير لعله يجد في شاشة أخرى فيلما آخر، فيقع على أحد يتكلم بالقرآن، أو يأتي على مثلا صورة التلفزيون السعودي وهو ينقل صلاة العشاء من الحرم المكي. فقد يقع في قلبه أثر ويرتدع. لكن أيا كان الحال، هذا حال شخص في بيته. لكن أن تبني دارا وتقول للناس هذه تعرض أفلام سينمائية، اليوم تعرض فيلم تقول عنه أنه إنتاج سعودي واسمه كذا، وافقنا عليه، سنضطر شئنا أم أبينا أن نفتحه بعد ذلك لأفلام لا خلاق. وهذا الفيلم فيه أصلا لا يمكن أن يسمى فيلم سينمائي إلا يعني الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هي كلمة السينما المعاصرة تعني محظورات شرعية لا انتهاء لها، لا يمكن أحد أن يخدع أحد. طيب شيخنا، ما رأيك في من ينادي من أهل الخير يقولون السينما مفتوحة، خلونا نبدأ ننتج أفلام إسلامية. ينتجون أفلام، نعم، ثم إذا أنتجوا أفلام واقتنعنا بها فتحنا دورا لهذه الأفلام. أما والله إذا بدأنا بفيلم من ناحية مش حننتهي فيه الحق. إذا بدأنا بفيلم مثل هذا البداية ماذا حننتهي به؟ طيب كل الفساد يأتي بالطريقة هذه. ثم هذه الأفلام لو فعلنا أفلام سينمائية، يعني أفلام سينمائية نافعة، أعطوها الطلاب في المدارس، أخرجوها في CD، خلوا الناس تشوفها، وستفتح الباب لغيرهم أصلا. المنع أعطوهم بطرائق أخرى. أما أن تقول للزوج والزوجة، يعني إنسان يعني ما يعني أصل المسألة رجل يخرج مع زوجته وبناته وأولاده فيجلس يرون فحشاء، لا يمكن تقول لي فيلم سينمائي ما فيه. صحيح. 1 2 3 4 هذا لا حكم لها، لكن هذا معنى فيلم سينمائي. يراها الأب ويراها الزوجة ويراها البنات ويراها الأبناء الآن، هذا المطالبة به. الوقت طويل. ثم يعودون إلى البيت، بالله العظيم لو قبضت أرواحهم بأي شيء هذا الرجل يقابل الأب هذا ربه إذا أصبح، يقول له أطعمتك، أنعمت عليك، أكرمتك، رزقتك ولد، تخرج به إلى معصيتي، بأي وجه يلقى الله؟
يعني هذا الرجل لو شاهد لوحده عشرات الأفلام ما يلبث أن يستغفر الله منها أهون من أن يأخذ أبنائه وزوجته لمثل هذه الطرائق. هذا المفهوم الواقعي لدور السينما ولا مفهوم لها غيره، ولهذا القول بحرمتها لا يحتاج حتى إلى تفكير. طيب شيخنا، إذن لي أن نوجه كلمة لمن فتح هذا الباب، ونوجه كلمة أيضا لولاة الأمر والقائمين على هذا البلد. أما ولاة الأمر فالظن بهم حميد، وهم مؤتمنون على هذه البلاد، وخادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى ورعاه ونائباه هم أهل فضل وخير، ولهم من العطاءات الشرعية ما لا ينكره إلا جاحد وحاقد، ونرجو الله أن يوفقهم من سد هذا الباب. أما القائمون عليها والدائمون لها ماليا أو معنويا أو صحف تروج لهم، فهؤلاء عليهم أن يعلموا أنه ينبغي عليهم أن يتقوا الله في أعراض المسلمين، وأن لا يكونوا ممن يدخلون في من يشيع الفاحشة في المسلمين. فالحجج التي يتكئون عليها واهية. حتى لما جاء شباب مثلا بعض الأفلام هذه عرضت في بعض المدن، فجاء شباب يحملون أشرطة ويقولون للداخلين خذ الشريط، ويقولون لبعض الممثلين هذا حرام. الآن من باب شرعي ما فعله هؤلاء الفتية في مقصودهم صواب أنقياء، والله إن كانت سرائرهم هؤلاء مثل ظواهرهم فأعان الله من يكون خصمهم يوم القيامة. جاءت بعض الصحف تصف هؤلاء الفتية بأوصاف لا تقبل، إنما السفيه الحق ليس هؤلاء الشيء من كتبها من وصفهم بتلك الأوصاف هو السفيه الحق، لأنه إذا قبل أن يكون هذا خصمه يوم القيامة، هذا كل الذي سوى أراد أن ينكر منكرا. قد يقال إنه أخطأ في الطريق، هذه واردة بنسبة ضئيلة، لكن هو رأى منكرا أراد أن يغيره. يا أخي هذا اجتهد، إن كان عندك رأي قل له على طريقة أخرى، أما أن تصفه بالمشاغب أو بال فهذا كله سفه من الكتابة والقول لا يرضي الله ولا يجوز شرعا ولا يفرح بها كاتبها. والعاقل قبل أن يخاصم أحد يعرف من خصمه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن كان هذه قضيته، قال ابن عباس اذهب فانظر من قتلني. فلما قال له غلام المغيرة أبو لؤلؤ المجوسي قال الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله قط حتى لا يكون خصمه يوم القيامة. صحيح. فهؤلاء بعض الصحفيين هدانا الله وإياهم السبيل جعلوا من هؤلاء الشباب خصوما لهم، مع أن هؤلاء الشباب كل الذي صنعوه أنهم رأوا منكرا وأرادوا أن يغيروه بطريقة ما. هل أخطأوا أم أصابوا؟ هناك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقامة في هذه البلاد محمودة الأثر، عليها مشايخ وعلماء جدا، الدولة بسلطانها الكبير تدعمهم، سمو الأمير نايف النائب الثاني رجل الدولة من الطراز الأول وقف معهم آخر مؤتمراتهم رعاها. صحيح. وهذا ديدن هذه الأسرة الكريمة. المقصود ليس لهؤلاء الصحفيين باب في هذا المجال، لكن جزاك الله خير. ينطق فيه الرويبضة قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لا فض فوق. جزاك الله خير.